السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء، أردت أن أشارك رسالة وفاء واعتزاز ومفخرة لقادتنا في الخليج العربي الواحد، من خليجي، من البيت الخليجي، لزيارة فخامة الرئيس الأمريكي ترامب، بدءا للمملكة العربية السعودية، وعلى رأس المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه ونصره، أثناء زيارة فخامة الرئيس الأمريكي ترامب. كان عمل برامج مفخرة وصفقات أيضا، سواء كان في التسليح أو في الذكاء الاصطناعي أو في دعم للقوات المسلحة أو للطاقة. هذا العمل الجليل، هذا العمل الكبير يطلع من قادتنا الكبار. هذا مفخرة لكل خليجي، وكل بيت خليجي يفتخر بهذه القيادات، كما هم أيضا يفتخرون بأبنائهم، أبناء شعوبهم، خليجنا العربي الواحد. ولا بد من المشاركة، لا بد من الفرحة، لا بد أن يروا أيضا قادتنا الخليجيين، يروا أبنائهم الفرحة على وجوههم، وهم يفتخرون بهذه الزيارات وبهذه الإنجازات العظيمة التي عندما زار فخامة الرئيس كان في ذهول من استقبال وضيافة وكرم، وكأنه يقول فخامة الرئيس: هؤلاء القادة أخذوا خيرات بلادهم ووضعوه على ظهر بلدانهم من أمن واستقرار وسلام ومحبة ووفاء لشعوبهم. كان في ذهول. أنا كنت متابع خطوة خطوة بالبرنامج من نزوله حتى نهاية البرنامج. حقيقة مفخرة لكل خليجي. وهذه الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نهنيه بهذا النجاح العظيم. والمملكة ليس استقطبت ترامب فقط، وإنما استقطبت العالم. وكان قبل أيضا فخامة الرئيس الصيني، وكذلك أيضا بوتين زار الإمارات وزار المملكة العربية السعودية. هؤلاء القادة الكبار هم يراهنون على هذه القيادات وعلى هذه الشعوب الأصيلة. الخليج العربي الواحد، خليجنا، في خيرات رب العالمين، مهبط الوحي. فلا بد أن نحافظ على هذه الثروات، نحافظ على أمننا، نوحد جهودنا، نكون أوفياء مع قياداتنا التي تراهن على أبنائها، هم استطاعوا أن يستقطبوا. والعالم كله سيأتي إلى الخليج، لأنه يراهن على قيادات حكيمة ويراهن على شعوب أصيلة. أيضا الذكاء الاصطناعي، أنا أؤكد لإخواني أن سيكون المرجع العالمي للعالم في الذكاء الاصطناعي سيكون الخليج العربي، لأن نقلة قوية جاي للخليج. نسمع صفقات بالمليارات، نعم، خيرات رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بارك في هذه الجزيرة العربية، مهبط الوحي، دعوة أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المحطة الأولى لفخامة الرئيس ترامب. أردت أن أرسل هذه الرسالة من القلب، ونهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. وستكون إن شاء الله الرسالة الثانية أيضا لقطر، لرئيس قطر
وستكون أيضا الرسالة الثالثة حسب المحطات أيضا لإماراتنا الحبيبة ولقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه أبو خالد. وهذا واجب وطني خليجي علينا أن نشارك فرحتنا، نشارك ما رأيناه، وهذا إخواني مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. ولا بد من الحسد، ولا بد من تسمعون الآراء اللي تغرد دائما خارج السرب من الحسد، ولكن إخواني الله الله بالوفاء لقياداتكم، الله الله بالالتفاف حول قياداتكم، الله الله بأبنائكم، توحيد الصف والكلمة لخليجنا الواحد، لأن العالم كله سيأتي إلى الخليج، العالم كله سيأتي. رؤساء دول عندما تنتهي مهمته يأتي إلى الخليج، كل رجال الأعمال العالميين رؤوس الأموال تحولت الآن إلى الخليج، العالم كله يراهن على الخليج. لذلك كان فخامة الرئيس ترامب أثناء زيارته للمملكة كان في ذهول، وكأنه يقول ما رأيناه، ما أخذوا من أموال هؤلاء وضعوه على أرضهم، وضعوه في قواتهم المسلحة، وضعوه في أمنهم، وضعوه في شعوبهم. هذا إخواني ما أردت أن أشارك فيه برسالة من القلب من مواطن خليجي يفتخر بقياداته الخليجية. خليجنا واحد. لكم مني الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله النيادي.